بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنعمل ونقدم فيها مع بعض كب كيك. هقولك ازاي تعملي كب كيك ويطلع معاكي شكله حلو ومميز، وكمان ايه المقادير المظبوطه اللي تطلع معاكي الصينيه اللي بتاخد 12 قطعه بالظبط من غير ما يتبقى معاكي اي بواقي من عجين الكيك، وازاي التسويه الصح بتاعته ويطلع لونه حلو وهش، وكمان الاطفال بيحبوه. هنزينه كمان بقطع من الشوكولاته، ولو عايزه تستغني عن الخطوه دي هتستغني عنها. بس يلا في الاول كده اعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه، وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. اول حاجه عندي كوبايه من الدقيق، كوبايه هنوحد بقى كل المقادير. هحط عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر، كوبايه من الدقيق عليها معلقه من البيكنج باودر. هحط كمان معلقه كبيره من النشا بما يعادل معلقتين صغيرين، يبقى معلقه كبيره من النشا بما يعادل معلقتين صغيرين، ودي بتدي هشاشه حلوه خالص للكب كيك بتاعي. هنخل كل المكونات دي برضو عشان لو في اي شوائب تطلع معايا، وكمان عشان تطلع معايا الكيكه بتاعتي هشه. هقلب كل المقادير الجافة كده ونركنها على جنب، ونبدأ بقى في المقادير السائلة بتاعتنا. ممكن طبعا تعمليها في الخلاط، انا هنا هستخدم الهاند بلندر. هحط فيه نص كوباية من اللبن الحليب، عليها كوباية الا ربع من السكر عادي الحبيبات بتاعنا، عليها 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة، وطبعا هنحط بيض يبقى هنحط فانيليا. هحط معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وممكن تستخدمي البودر عادي، وتحطي كمان معلقة من الخل بتضيع اي زفارة موجودة في البيض. هضيف عليهم كمان نص كوباية من السمنة، وممكن تستخدمي زبدة، وممكن تستخدمي زيت على سمنة، اي مادة دهنية انت بتحبيها وتفضليها. واخد كل المكونات دي اضربها ضربة كويسة جدا بالهاند بلندر لحد السكر ما يدوب معايا والبيض وكله يمتزج مع بعضه. وطبعا ممكن تستخدمي الخلاط في الخطوة دي زي ما تحبي وتفضلي، وممكن كمان تستخدمي المضرب العادي او المضرب الكهرباء عشان ندمج كل المكونات دي مع بعض. اصبح عندي مكونات سايلة ومكونات جافة. هضيف بقى المكونات السائلة بتاعتي على المكونات الجافة اللي احنا عملناها مع بعض، ونقلبها بالمضرب بتاعنا، هيطلع معاها القوام بالظبط مظبوط. احلى كب كيك ممكن تعمليه، وهيكفي معاكي بالظبط 12 قطعة من الكب كيك. طبعا لو هتعملي الصينية اللي هي ال24 هتضاعفي المقدار معايا، واقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض، المكونات السائله والمكونات الجافه. ونجيب بعد كده بقى الصينيه بتاعتنا بتاعت الكب كيك ونبطنها بورق كب كيك، ونشوف هنكمل بقيه وصفتنا ازاي. هاخد بقى انا كل المكونات السائله العجينه بتاعت الكيك دي، وهحطها في نفس الدورق اللي انا كنت شغاله بيه بتاع الهاند بلندر، عشان يكون ليه بس حرف من قدام كده نعرف نصب بيه الكيك بتاعنا. وطبعا ممكن تحطيها في اي حاجه تانية عندك، في شفشق الخلاط ماشي، في اي حاجه ليها حرف كده عشان نعرف نصب في الكيك. هجيب بقى صينيه الكب كيك ونبدا نصبها كده تقريبا 3/4 القاب كده بتاع الكيك عشان يطلع معاكي هش ومظبوط. في الوقت ده بقى بكون انا مولعه الفرن على درجه حراره 180 عشان ياخد نفس الدرجه، وهندخلها مع بعض الفرن. هنا انا بملى كل الكبات بتاعتي، بناخد حبه بحبه كده في الاول، وبعد كده اللي يفضل نوزعه تاني عشان يكون كله خد نفس التسويه، نفس التساوي في المقدار. هنا بقى عندي شوكليت شيبس، انا هحطها على الوش كده وهي هتسقط تحت، وانا عارفه ان هي هتسقط تحت. لو انت عايزه تخليها لسه على الوش زي ما هي، هتعفريها كده بشويه دقيق علشان ايه ما تسقطش معاكي. بس انا ما كانتش فارقه معايا، المهم ان هي كانت تديني طعم شوكولاته من الحشو بتاعها. لو عايزاها تنزل تحت فمش هتحطي عليها دقيق ولا اي حاجه، دي شوكليت شيبس ودي خطوه اختياريه، لو حابه تستغني عنها براحتك. هدخلها بقى الفرن معايا على درجة حرارة 180، هتاخد تقريبا تلت ساعة في الفرن تطلع معاكي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هسيبها لحد ما تبرد تماما ونبدأ نقدمها مع بعض. وبكده حبايبي تكون وصفتنا النهارده خلصت. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومه مفيده وسهله وسريعه. ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش. هتنزلي على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر وهتضغطي عليها عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه، واشوفك في فيديو جديد. مع السلامة.